اخوكم حسام في الكرة مع حس. تحياتي لكم. ما تنسوش يا جماعة لايك وشير للفيديوهات علشان يوصلكم كل ما هو جديد. عذرا يعني عندي برد على الصوت. معايا حلقة مهمة جدا بعنوان نيرة الأحمر تهاجم جماهير الزمالك. لو كان عندنا رجالة زي بيراميدز، الزمالك خارج الكونفدرالية سويلم يفتح النار على بيراميدز. يلا بينا على التفاصيل، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية اخش معاكم كده الاول يا جماعة على موضوع بيراميدز، لان في الحقيقة يعني الموضوع يعني بقى صعب جدا ومقرف ومؤذي لاقصى درجة. طبعا يعني رابطة الأندية بلغت بيراميدز النهارده، يعني بلغته يا جماعة او امبارح بقى الساعة 10 بالليل ان عنده ماتش بكرة في اسكندرية. بيراميدز كان بيستعد، هيكمل ال 40 دقيقة، كان بيستعد لمواجهة زد، وفريق البنك الاهلي كان معسكر في اسكندرية علشان يقابل سموحة. ركزوا معايا في الموضوع ده. طيب دلوقتي بيراميدز مطالب ان هو يسيب معسكره اللي في القاهرة ويركب على طول بقى، يركب القطر، يركب الاتوبيس، يتشعلق علشان يلحق يروح بسرعة اسكندرية. انتوا متخيلين يا جماعة؟ محدش بيعرف الماتش اللي هيلعبه قبلها يعني ب 18 ساعة. انت مفروض من حقك تعرفه على الاقل خالص قبلها بيومين او بثلاث ايام. ده الطبيعي يعني في اي حتة في العالم. وفي نفس الوقت الكابتن طارق مصطفى مدرب البنك الاهلي كان قاعد ومستني عشان هيقابل سموحة بكرة على استاد اسكندرية. قالوا له لا، لف وارجع تاني، اطلع على القاهرة علشان اتقابل زد. قال لهم طب انا زد دي مش عندي في الجدول، ازاي اقابلها؟ انا كان عندي سموحة، انت هتجيبوا لي زد اللي لسه هقابلها كمان شهرين العبها دلوقتي؟ ورافض وقال لهم يا جماعة الكلام ده ما بيحصلش في اي حتة في العالم. طب ما انا كنت مدرب في المغرب وعمري ما سمعت عن الكلام ده. في الحقيقة هو ده حالنا، يعني ده بيلخص كل الحكاية. يعني رابطة الفجل دي واتحاد العار ده ضعاف لأقصى درجة، عندهم تخبط رهيب. ده غير بقى جايلكوا لسه في البيان بتاع بيراميدز. بيراميدز مبهدل الدنيا، بيراميدز مرمط اتحاد الكورة ورابطة الأندية، واتكلم عن حاجات كتيرة جدا، لدرجة ان الاستاذ ثروت سويلم يعني لسه من لحظات طلع وقال ده بيان قلة ادب، والجماعة دي يعني عايزة تحلل بيتهكم على رئيس بيراميدز او المدير التنفيذي او كل المسؤولين داخل نادي بيراميدز. دول عايزين يحللوا الفلوس اللي بياخدوها من مالك النادي سالم الشمسي. اتكلم كلام عجيب جدا. وبيراميدز يا جماعة ده كورة. يعني للأسف احنا كإدارة نادي الزمالك ما عندناش ناس زيهم. احنا لو عندنا ربع الناس اللي داخل بيراميدز الدكورة دول كنا زماننا فلحنا، كنا زماننا فعلا بقينا في حتة تانية. بيراميدز هتاخد الموضوع برمته وهتطلع على الفيفا، ويمكن يعني هي اوكي هتلعب المباراة، ولكن هي هتاخد الموضوع كله وهتطلع على الفيفا، لان هو ولا موجود في اللائحة المصرية اللي انت تعيد جزء من المباراة يا اما او تستكمل جزء من المباراة، يا اما بتعيد المباراة كلها، يا اما بتحتسب في حالة الظروف القهرية اللي هي اصلا ما كانتش موجودة، يا اما في حالة بقى لو حكموا بما يرضي الله في حالة بيراميدز وسموحة ان هم يحتسبوا الثلاث نقاط لبيراميدز. علشان كده بيراميدز مصمم على موقفه
ومش هيسكت. يعني يا جماعة كل يوم عن التاني بيتثبت لنا ان سواء احمد دياب او ثروت سويلم او عامر حسين او جمال علام، كل المسؤولين عن الكورة، ولسه كمان جاي لكم في التقييد دلوقتي لما هكلمكم عن نادي الزمالك، كلهم خدامين لمحمود الخطيب. يعني خلاص القصة بانت بطريقة رهيبة جدا، الريحة القذرة فاحت للجميع، ومش عارفين ايه نهاية الكلام ده. خلي بالكم انا لما بقول لكم ان بيراميدز فيها رجالة ده حقيقي وانا قصده. ليه؟ لو الزمالك لو الزمالك كان فعلا انسحب وما كملش الدوري، كانت الفرق دي كلها الاربعه هتقول لك احنا مش هنلعب. ما كانوش هيخافوا، هيقول لك ليه؟ هتقدر تعمل معانا ايه؟ ما هو انت نفذت كلام الزمالك الصح، علشان كده هم كسروا شوكة الزمالك. علشان كده الكابتن حسين لبيب المنبطح تماما لرغبات محمود الخطيب والنادي الاهلي ما قدرش يفتح بقه. هي دي المؤامرة. خلي بالكم ما هي كده. يعني الزمالك لو كان قدر يقف في وش الفسد دول ما كنتش هتلاقي اي فريق من دول، يعني ولا البنك الاهلي مرغم على امره يقول لك انا مش عايز العب وابقى اعمل فيا. لو انت عرفت تعمل حاجه في الزمالك يبقى اعملها فيا. نفس الكلام. هي دي يا جماعه الحقيقه. عشان كده كسروا شوكة الزمالك. جاي لكم كمان في كلام الاستاذه نيره الاحمر، يعتقد ان هي بتطلع على قناه نادي الزمالك يعني كفقره اذاعيه ليها، في الحقيقه بتهاجمنا. يعني بتهاجم سوشيال ميديا نادي الزمالك صراحه، وبتقول علينا قله مندسه، وان اللي بينتقدوا مجلس حسين لبيب دول بيعملوا لصالح بعض الاشخاص، قصدها اكيد مرتضى منصور. وان القله المندسه دي هي السبب الرئيسي في بعد الجمهور عن المدرجات، وانكم ما تعرفوش ان القرارات اللي خدها مجلس الاداره هي في صالح نادي الزمالك، وان مجلس اداره الزمالك بيعمل اللي محدش يعمله علشان خاطر النادي. طب انا حابب ارد على حضرتك يا استاذه نيره، انت ومجلس ادارتك العاجز الفاشل شخشيخه واداه في ايد محمود الخطيب. انتوا اللي اهديتوا 3 نقاط، اسهل 3 نقاط في الدوري للنادي الاهلي، انت ومجلسك. انتوا اللي ما حققتوش وطلعتوا عايزين تكذبوا علينا وتبرروا موقفكم، وما حققتوش اي مطالب في البيان اللي انتوا اللي عملتوه. مش احنا اللي اصدرنا بيان يا استاذه نيره. انتوا اللي ما طلعتوش قد كلامكم وخذلتوا جماهير نادي الزمالك. انت بقى متضايقه من الاصوات اللي طالعه وبتهاجمكم ليه؟ يعني بدل ما تسكتي احسن، يعني كان اكرم لك اسكتي يا شيخه. ده انت المشكله اللي اتعرضت ليها من جماهير النادي الاهلي، اول ناس طلعت تدافع عنك احنا سوشيال ميديا نادي الزمالك المحترم، وجماهير نادي الزمالك ما سكتتش.
طالعه دلوقتي انت اللي بتهاجمي النقاد الزملكاويين او الاصوات الزملكاويه اللي بتهاجم المجلس. يعني انت عجزتي عن مهام منصبك وهي الحفاظ على كرامة الجماهير، انت وحسين لبيب وكل المجموعة اللي معاكوا، وكمان طالعة بتتكلمي. يا جماعة في الحقيقة يعني ما يصحش اللي بيحصل ده كده كتير علينا وعلى جماهير نادي الزمالك، يعني اكبر من القدرة على الاحتمال. يعني هو اللي يقول كلمة الحق يبقى سيء. وخلي بالكم رابطة الوايت نايتس اللي فيها رجال شرفاء هم اللي اتخذوا قرار مقاطعتهم للمباريات ونزلوا بيان رسمي عن اسبابهم، وان الاسباب الرئيسيه هي خذلان مجلس اداره نادي الزمالك ليهم، وان هم كانوا قابلين كل النتائج حتى لو نزلنا درجه رابعه. ولكن وكانوا بيدعموا المجلس، ولكن عدم استكمال مجلس الاداره موقفه هو السبب الرئيسي، وقالوا احنا مش هنروح المباريات للاسباب دي. انت بتفهمي عربي يا استاذه نيره؟ مش عايزين نسمع حسكم تاني، والا هتلاقوا هجوم اشرس. مش هنسيبكم بعد الفضيحه اللي انتوا تسببتوا فيها لجماهير نادي الزمالك. يعني بعد ما فضحتوا جماهير نادي الزمالك وعرتونا في الحقيقه بالانسحاب قدام الاهلي، احنا اللي نقول عليكم متآمرين مع النادي الاهلي، مش انتوا اللي طالعين بتهاجمونا. في الحقيقه يا جماعه نادي الزمالك خلاص ناقص له في المهله 4 ايام. لو ما دفعش الفلوس لخالد بوطيب مش هيروح الكونفدراليه. هو ده شرط الاتحاد الافريقي او المهله اللي مديها الاتحاد الافريقي لنادي الزمالك لغايه 5/7 فقط. لو ما دفعتش الفلوس سويت مشكلتك مع خالد بوطيب مش هيبقى فيه كونفدراليه. احنا يا جماعه دورنا بنكشف لكم ايه الحقائق. طب يا استاذه نيره اطلعي بقى وقولي لنا انت وحسين لبيب واحمد سليمان هل هتدفعوا الفلوس ولا لا؟ هل هتخذلوا الجماهير في كارثه هتبقى اول مره في تاريخ الزمالك او في تاريخ مصر ان فريق يتحرم من اللعب البطوله الافريقيه اليتيمه اللي الزمالك بيلعبها؟ انتوا حمل غضب جماهير نادي الزمالك اكتر من كده. اللهم بلغت اللهم فاشهد. متنسوش يا جماعه عذرا على الصوت لايك وشير للفيديوهات، مهم جدا جدا. تحياتي لكم، طبتم ودمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.